السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة الحلقة بتاعتنا خاصة بالبطلات اصدقائي. طبعا كلنا مش عارفين انا بتكلم على ايه، كل الناس مش عارفة انا بتكلم على ايه. انا النهاردة بتكلم عن برنامج انا بطلة. الحلقة دي انا عاملاها لاصدقائي البطلات. ده عبارة عن برنامج. البرنامج ده خاص باليوتيوب. اليوتيوب كانت عاملة البرنامج ده للناس اللي عندها محتوى أو الناس اللي عندها قنوات يوتيوب، وحابة إن هي تشترك في برنامج أنا بطلة. البرنامج ده بيتعمل كل فترة، ليه شروط معينة. ده معمول علشان يساعد الناس اللي هي عندها محتوى إن هي تكبر قنواتها. عبارة عن حاجات إرشادية، وكمان بنقابل فيه ناس صناع محتوى ناجحين على اليوتيوب. البرنامج ده مدته 3 شهور، احنا لسه في اول البرنامج، يعني معداش على البرنامج اسبوعين. طبعا انا اتعرفت في البرنامج ده على ناس جميلة جدا، اصدقائي البطلات في جروب. طبعا كل واحد فينا بيقول خبراته، وانا النهارده جايه اقول لكم الخبرات بتاعتي، اللي انا بعملها، او ان انا ازاي بصور الفيديوهات بتاعتي وازاي برفع الفيديوهات بتاعتي، لان ناس كتيرة سألتني عن حاجات معينة هقولها لكم دلوقتي ان شاء الله. وكمان اي حد عنده محتوى او عنده قنوات لسه بادئ هيستفيد من الحلقة دي. اول حاجة هنقول بسم الله طبعا وهنبدأ. اول حاجة هقول لكم انا ازاي بصور فيديوهاتي. انا بصور الفيديوهات بتاعتي عادي جدا، لان انا فيديوهاتي طبخ بصور وبعدين بعمل للتصوير بتاعي مونتاج. المونتاج ده على كذا مرحلة. زي ما قلت لكم انا بصور الفيديوهات بتاعتي. انا محتوية طبخ، بصور الفيديوهات الاول وبعدين بعمل الفيديوهات بتاعتي مونتاج. المونتاج بيجي على كذا مرحلة. في مرحلة ان انا بظبط اللقطات واجمعهم واقطعهم والكلام ده كله. وتاني مرحلة ان انا بعمل الصوت. ده اول حاجة. تاني حاجة بقى لما بنيجي نرفع الفيديو انا بعمل حاجتين. اول حاجة انا بعمل فيديو طويل من الفيديو بتاعي، وبعمل فيديو شورت. الفيديو الشورت ده بخليه يعني ذو صلة بالفيديو الكبير. ليه؟ اسألوني ليه. هقول لكم علشان خاطر انا زي اللي بعمل ترويج للفيديو الكبير، فبكده اكون استفدت ان انا يعني نوهت عن الفيديو بتاعي الكبير. وكمان الناس اللي بتشترك بتيجي عن طريق يعني الفيديو الشورت. الفيديو الشورت بمثابة ان كأن انا بعمل اعلان ممول، بس اعلان ممول من غير فلوس، من غير اي فلوس. فده بينفع القناة جدا. هاجي اقول لكم ازاي بقى بنعمله. اول حاجة انا برفع الفيديو الكبير، وبعد كده برفع الفيديو الصغير. الفيديو الصغير وانتي بترفعيه هنروح على استوديو يوتيوب اللي احنا كلنا منزلينه على الموبايل. انا بشتغل شغلي كله من الموبايل. الفيديو الصغير بيبقى وانتي بتعمليه، وانتي في الاعدادات، في حاجة اسمها الاعدادات وانتي بتظبطيه، في مفتاح صغير كده اسمه ذو صلة، بندوس على اللي هو ذو صلة ده وبيظهر لك كذا فيديو من اللي انتي رافعاه على القناة. هتلاقي الفيديو اللي هو ذو صلة اللي هو اللي انتي كنتي رافعاه في الاول، اللي هو الفيديو الكبير. هندوس عليه، يبقى كده ربطنا بين الفيديو الصغير الشورت وبين الفيديو الكبير. وبكده تكوني عملتي حاجتين، عملتي فيديو، وبكده نكون عملنا 2 فيديو، فيديو شورتس وفيديو طويل. تاني حاجة بقى، في ناس بتقول ان انا عايزة اعمل فيديو صغير او شورت من الفيديوهات الطويلة اللي على القناة، وانا ما عنديش المحتوى ده محتفظة بيه. طبعا انت كل واحد عنده الفيديوهات بتبقى على القناة بتاعته عادي، مفيش اي مشكلة. هنعمل ايه؟ في حاجة تحت لما بتدخلي تطبيق اليوتيوب، مش تطبيق مش استوديو يوتيوب، لا، تطبيق العادي كأنك داخلة تتفرجي عادي. بتلاقي كده تحت الفيديو في حاجة اسمها ريميكس. اول ما بتدوسي على الريميكس ده بيعمل لك يعني مقطع من فيديو، تكوني مثلا حتة انت عايزة تعملي سبوت عليها، ودي تنفع لترويج فيديو، يعني تروجي بيها للفيديو بتاعك. حتة مهمة جدا تكون عندك في الفيديو، ممكن تاخديها وتعمليها شورت.
وبكده تكوني عملتي فيديو شورت من الفيديوهات اللي هي القديمة. يا رب اكون افدتكم النهاردة، يعني ونقلت لكم الخبرات واللي عندي، وممكن اعمل لكم حلقة تانية كمان على ازاي ترفعي الفيديو، لان فيه مراحل كتيرة ان انتي تختاري مثلا الديسكريبشن، العنوان، التايتل بتاع الفيديو، الكلمات المفتاحية، السيو، ازاي كل الحاجات دي تعمليها في القناة. هعمل لكم فيديو تاني اقول لكم ازاي انا بعمل كل الحاجات دي. مش عايزة اطول عليكم النهاردة، يا رب اكون افدتكم النهاردة بالحلقة، وان شاء الله اشوفكم على خير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب عشان الناس كلها تستفيد، واشوفكم على خير. باي باي.